كيكة النهاردة كيكة شتوية وبتدفي جدا. كيكة سهلة وسريعة ونتيجتها هايلة. هنعمل مع بعض النهاردة كيكة الموز مع الشوكولاتة مع القرفة، ميكس كده هنركبه مع بعضه كله مناسب للشتاء، ريحته وطعمه يجنن. صدقوني لو عملتوا الكيكة دي مرة هتبطلوا تشتروها خالص من بره وهتعملوها دايما في البيت طول الشتاء. تعالوا نشوف هنعمل ايه مع بعض، بس قبل ما نبدأ في الفيديو يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب لو عجبكم الفيديو، وكمان تكتبوا لي كومنتات حلوة منكم. في البداية أنا هجهز المكونات الجافة. أنا معايا كوبايتين من الدقيق، وهضيف عليهم رشة من الملح، وهضيف نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، وهضيف كمان تلت معلقة صغيرة من البيكنج صودا لو موجودة عندكم. لو مش موجودة هنضيف معلقة كبيرة من البيكنج باودر. هضيف كمان معلقة كبيرة مليانة من القرفة المطحونة الناعمة، وهضيف معلقتين كبار من الكاكاو المر الغامق. ويستحسن ان احنا نستخدم الكاكاو المر الغامق لانه طبعا بيدينا نتيجة الشوكولاتة، نتيجة هايلة جدا لطعم الشوكولاتة. دخلتهم كويس قوي في بولة وقلبتهم مع بعض كويس قوي، وهركن البولة دي على جنب لغاية ما اجهز بقية المكونات. المكونات اللي هستخدمها معايا بعد كده هتكون نص كوباية من الزبدة على زيت، تقدروا تستخدموا زبدة بس او زيت بس او ممكن كمان سمنة. ومعايا 4 حبات من الموز حجم متوسط وممكن 3 كبار، ومعايا كوباية من السكر و2 بيضة مع 2 باكت فانيليا. انا قشرت الموز وابتديت اهرسه كده بالشوكة. طبعا الموز اللي معايا كان مستوي، يعني زي ما انتم شايفين كده القشرة بتاعته كانت اسودت وخلاص كان مستوي جدا، فقشرته واستخدمته في الكيكة دي. طبعا الكيكة دي يفضل جدا ان الموز يكون طري، ده هيساعدك اكتر في الهرس، وكمان هيكون طعم الحلاوة بتاعته هتكون افضل بكتير. في بولة تانية ابتديت اجهز المكونات السايلة. حطيت 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، وضفت عليهم 2 باكت من الفانيليا، وقلبتهم كويس قوي مضرب اليدوي او حتى مضرب الكهرباء اهو. قلبتهم كويس، دخلت هواء للبيض، ولغايه ما اداني كده النتيجه اللي انتوا شايفينها دي، عمل فوليوم كده ودخل له هواء. وبعد كده ضفت السكر وضفت كمان عليه الزبده مع الزيت، وقلبت كويس قوي لغايه ما حبيبات السكر كلها تروح، او تحسوا كده ان خلاص السكر داب. يعني ممكن تدخلوا كده ايديكوا بس كده او صباعكوا كده بطرف صباعكوا تختبروا الخليط، تحسوا ان يعني السكر كله داب. بعد كده ضفت الموز، وزي ما انتم شايفينه انا كنت هرساه هرس خشن شويه، يعني مش شرط يكون ناعم قوي، مش لازم تدوبوه قوي، لان كده كده بعد ما هتضيفوه مع الخليط كل ما هتقلبوا اكتر كل ما الموز هيدوب اكتر او هيمتزج اكتر بالمكونات، فمش هتحسوا ان في قطع موز قوي يعني. اهو ضربته كويس قوي وكل المكونات كده امتزجت مع بعض كويس قوي. اهو زي ما انتم شايفين، طبعا انا اتاكدت ان الموز اتهرس كويس جدا، وكمان المكونات كلها اتقلبت خلاص كده. كده كل حاجه جاهزه معايا تمام. ضفت كمان معلقه كبيره من الخل، وده هيساعدنا على هشاشه الكيك وطراوه الكيك كمان. واخر حاجه هضيف المكونات الجافه زي ما انتم شايفين، وانا بنخلها للمره التانية لان احيانا القرفه او الكاكاو بيكون فيها كده تكتلات مش باينه، فبنخلها مره تانية، وده طبعا بيساعدني في هشاشه الكيك وان الكيك يكون مرتفع على قد ما نقدر. ضفت جزء كده من المكونات الجافة وقلبت كويس قوي، وبعد كده هضيف الجزء التاني. وطبعا زي ما انتم شايفين انا بقلب حتى كمان والمضرب ممكن ما يكونش شغال، يعني احنا مش شرط ان احنا نشغل المضرب ونفضل نضرب كتير قوي في الكيك، لا هو مجرد تقليب لغاية ما المكونات الجافة كلها تختفي. حتى انا لما بشغل المضرب مشغلاه على سرعة 1 وبقلب يعني اقل من نص دقيقة مش اكتر من كده، لان كتر تقليب الكيك او تشغيل المضرب على الكيك هيخلي الكيك ينشف او هيدينا نتيجه مش حلوه، فاحنا مش عايزين كده خالص، هو مجرد تقليب بس.
واخر حاجه ضفت قطع من الشوكولاته، معايا شوكولاته بالحليب مقطعاها كده قطع صغيره، بتدي نكهه وطعم ممتاز لما تدخل بقى الفرن كده وتدوب قطع الشوكولاته دي، بتدي طعم حلو قوي يا جماعه. قلبتها اهو في وسط الخليط، وخلاص كده الخليط بتاعي جاهز على الخبز. هجهز بقى الصينيه اللي انا هخبز فيها. بس الاول طبعا بقطع كده شويه شوكولاته تاني، دي اللي هضيفها على الوش، ودي حاجه اختياريه يعني، دي زياده كده من عندي مش اساسيه. قطعت كده شويه شوكولاته بالحليب تاني وهضيفهم على الوش. اي شوكولاته عندك تنفع على فكره، دي شوكولاته مطبخ عاديه جدا بطعم الحليب. تقدري تستخدمي شوكولاته بيضه، شوكولاته دارك، اي طعم شوكولاته بتحبوه ينفع. طبعا انا جهزت صينيه مقاس 26، سواء بايركس او تيفال او حتى قالب الانجليش كيك، لان الوصفه دي اصلا اساسها بتتقدم في قالب الانجليش كيك، بس انا حبيت النهارده اغير وقدمتها في الصينيه البايركس دي زي ما انتم شايفين. طبعا بطنت الصينيه كويس بالزبده، وبعد كده اديتها رشه كاكاو، لان دي طبعا كيكه غامقه او كيكه شوكولاته زي ما متعودين. بنبطن الصينيه بالكاكاو عشان لو بطناها بدقيق بس بتبقع كده او بتعمل كده زي تلطيش في جوانب الكيكه او من قاعده الكيكه، فعشان يكون شكلها الطف في التقديم بنبطنها بالكاكاو. وبعد كده هصب الخليط ده، وطبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 من قبل ب10 دقايق. اهو زي ما انتم شايفين، طبعا قوام الكيك مش خفيفه خالص، قوام تقيل جدا زي ما انتم شايفين، يعني مش زي وصفات الكيكه العاديه. طبعا الكيكه دي احنا ما استخدمناش فيها لبن او ميه او اي مواد سائله، لان الموز هنا حل محل اللبن، فاحنا مش محتاجين خالص ان احنا نضيف لبن او ميه. وطبعا هي شكلها بيكون مش منتظم كده زي ما انتم شايفين، لما تدخلوها الفرن هي هتساوي نفسها وهيكون شكلها حلو. بالمناسبة خليط الكيك ممكن تضيفوا ليه اي مكسرات زي مثلا عين الجمل، بيكون حلو جدا ومناسب مع الميكس اللي احنا عاملينه، الموز مع القرفة مع الشوكولاتة. كمان لو ضفنا عين جمل هيكون حلو جدا. ممكن كمان بندق. لو ما عندكوش مكسرات خالص مش مشكلة، هي مش أساسية، ولكن ده يعني إضافة أعلى للتيست أو للطعم. اهو الشوكولاته اللي انا قطعتها ضفت كده شويه على الوش. طبعا بتكون طعمها حلو جدا، مش بتسيح، ما تقلقوش خالص، هي تفضل قطع كده، بس قطع تحسوا كده ان هي يعني دايبه نص ذوبان، يعني مش دايبه خالص ولا هي متحجره قوي. بس وانتوا بتاكلوها التيست عالي جدا، والريحه والطعم كانت خطيره خطيره يا جماعه. يعني لو عندكم شويه موز كده خلاص حسيتي ان هو يعني طري، او حسيتي ان هو هيبوظ، او خلاص بقاله كام يوم عندك في المطبخ، اهو فرصه نخلص منه، اعملوا الوصفه دي هتطلع معاكم ممتازه، حلوه جدا جدا ومناسبه للشتاء جدا جدا. اهي بعد ما اتخبزت في الفرن، طبعا هي خدت في الفرن حوالي من 40 دقيقة ل 45 دقيقة، يعني مش اكتر من كده بس مش اقل من كده. يعني بعد نص ساعة ابتدوا كشفوا عليها، ما تفتحوش الفرن قبل نص ساعة. وطبعا بتختبروها بسن السكينة او بسن عود خشبي، تتأكدوا كده ان هي خلاص العود الخشبي نظيف، مش معلهوش اي بواقي عجين او حاجة، خلاص كده تتأكدوا ان هي استوت. لو لقيتوا لسه فيها بواقي عجين بتدخلوها تاني الفرن وبتسيبوها حوالي 10 دقايق كمان، وهتكون استوت وزي الفل. بصوا بقى انا بعد ما قطعتها مش عايزه اقول لكم ان هي الكيكه حرفيا يا جماعه ما قعدتش، حلوه جدا وعجبتهم جدا جدا في البيت، لانها هشه ومرتفعه ومشبعه كمان. يعني مش قادره اقول لكم ان هي مع كوبايه قرفه او كوبايه كده شاي بلبن، او ممكن مثلا كوبايه هوت شوكليت للناس اللي بتحب الشوكليت زياده يعني، يعني هتعمل مزاج عالي جدا. اتمنى تكون الوصفه عجبتكم وتجربوها في البيت، وتكتبوا لي تعليقات وتقولوا لي ايه رايكم، لو عجبتكم او ما عجبتكوش. واشوفكم فيديوهات جديده ان شاء الله. باي باي.